اللي عندي ده انتوا بتسموه ايه؟ انا هقولها لكم. انا بسميه ايه وانتوا قولوا لي ايه حله ايه، وانتوا بتسموه ايه. بصوا، انا مبدئيا كده ما عنديش وقت. بشوف ان ده وقت ان انا يبقى عندي ضغينه قدام حد. ما عنديش لا وقت ولا مجهود ان انا اخطط لحد او انتقم من حد. ليه؟ رب العباد موجود. آه. طيب، بتعملي ايه؟ بمشي. خلاص، حلو قوي. حلو قوي انك بتمشي. بعد ما بتمشي ايه اللي بيحصل؟ مش حاجه، بعيش حياتي بقى. بس في حاجه انا بفضل فاكره من الشخصيه دي، راجل او بنت، الحاجات الكويسه. هتقولي ليه؟ ممكن تكون كانت بنت 60 في 70، كان ابن 60 في 70 كان يستاهل. هقولك عشان اقدر استمر. قضايا اقصى مدة زعلت فيها وكان موقف كبير 48 ساعة. قارنت الشخصية دي كلامها بتصرفاتها 48 ساعة، وكان الموضوع بالنسبة لي منتهي. فضلت فاكرة ايه؟ مواقف كويسة، حبة مواقف كويسة كده، نصايح كويسة، حبة حاجات كويسة فضلت فاكراها. حلو. هل ده غلط؟ هل ده صح؟ معرفش، بس هو انا كان رهين كده. ما عنديش وقت والله لا اكره حد ولا ازعل من حد، بس عندي وقت ابتعد. ممكن ابقى بتعامل مع اللي قدامي عادي، بس تهليش انه هياخد مكانه اللي كان عندي في البدايه قبل ما يضايقني زي ما كان. هو انا لازم امسك اللي قدامي اقول له انت ظلمتني واشتمه وهزق فيه وايه اللي منه عشان ابقى انا كده خدت حقي؟ ليه؟ بالعكس، في حاجات كويسه، ويمكن هو مع غيري يبقى احسن. ويمكن انا هو لما بعدني عنه وهي لما بعدتني عنها كانت اختارت لي الاحسن، وبالتاكيد اختارت لي الاحسن، وربي يختار لي الاحسن. ممكن الشخصيه دي كانت موجوده في حياتي لوقت عشان تساعدني على حاجه، وبعد كده ربي اختبرني فيها وهيعوضني بالاحسن. هو التفكير ده صح ولا غلط؟ ولا هو سياسه فرش الملايه بقت موجوده عند كل الناس؟ يا اما فرش الملايه يا اما بلوك. طبعا ما انا ببقى شايفه حد بيشوف حاجات انا بعملها وهي مش مفيده ليه. هي مش مفيده ليه، انا اصلا وجودي في حياه الشخص دي ما كانش مفيد ليه. خلاص انا مش عايزه اتعامل. ففي ناس لما تعملها بلوك بتغضب، بتصور، اللي هو إيه انت مش في دماغي اصلا، انت مش في تفكيري، هو انت ليه اصلا داخله تكلميني؟ هي ماشي، مع انا ما قلتش ان انا مش في دماغك، بس البلوك جه فجاه وانا ما بحبش اتعامل كده. يعني ادبيا واخلاقيا انا هعمل كذا، او انا مش هعرف اعمل بلوك كذا، لو سمحت اعمله انت او اعمليه انت. اي حق يعني اي حد فيكم يعمل. فهل ده غلط ولا انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ابقى ازاي؟ يعني المفروض لما حد يضايقني يا اما افرش المرايه يا اما اعمل بلوك وما اتعاملش معاه. مفيش بقى حاجه اسمها افتكره كويس واتعامل معاه، بس اكيد مش هيرجع لمكانته اكيد، لان هي مش بتاعته من الأول، ولا وجودي في حياته بتاعي برضه. انتوا ايه رايكم؟